في ناس بتعيش بوشين، وش للناس ووش للي بيسمعوه جواهم وبس. لكن أخطر وش الوش اللي يبان خير وجواه قرار قتل اتاخد من زمان. النهاردة ديستوبيا هتفتح باب الجريمة، وده مش لأنها مرعبة، ولكن لأنها اتعملت بإيد حد مكانه الطبيعي إن هو يكون قاضي مش قاتل. دي قصة الإعلامية شيماء جمال والراجل اللي كانت فاكرة إنها مأمنة نفسها معاه، المستشار أيمن حجاج. كل شيء بدأ بالصمت، ثم بدأت الحقائق تختفي. ديستوبيا ليست مكانا، إنها نحن ديستوبيا. مين كانت شيماء ومين كان هو؟ شيماء جمال كانت شخصية مش عادية، كانت صوت عالي، حضور، ضحكة مسموعة، وطريقة كلام محدش بينساها. وراها كان في راجل عكسها تماما، هادي وغامض، وكان كاتم كل حاجة جواه، المستشار أيمن حجاج. والعلاقة بينهم بدأت بحب وبقت جواز، ولكن جواز سري، جواز عامل زي القنبلة اللي عددها بيقل كل يوم. وهي كانت عايزة حقها، عايزة تبقى زوجة قدام الناس، وهو كان شايف إن ده هيهز صورته وهيهد منصبه اللي عاش سنين يبنيها قدام الناس. وبين الكلام والضغط والطلبات ابتدى قلبه يسود، ومن هنا بدأت الفكرة تتحول لخطة، ودي كانت الشرارة الأولى. الخلافات بين شيماء وأيمن ما كانتش عادية، دي كانت شبه حرب نفسية. هي بتضغط وهو بيهرب، والحبل اللي بيربطهم شد لحد ما اتقطع من ناحيته هو. الراجل اللي منصبه يخليه يحكم ما بين الناس قرر ينهي حكايته معاها وحكم نهائي، بس على طريقته. وهنا ظهر حسين الغربلي، الشخص اللي كان عارف عن أيمن حجاج كل اللي ما ينفعش يتقال، واللي كان دوره في الليلة دي أهم من إنكار وأخطر من مشاركة. ونيجي بقى للشرارة التانية، ليلة المزرعة. مزرعة في البدرشين، مكان هادي لدرجة إن صوت النفس فيه بيوجع، وهو اختار المكان ده بعناية لأن الجريمة دي ما كانش حد لازم يسمعها. شيماء في وقتها راحت على أساس إن هي رايحة تحل مشاكل، وكانت لابسة عادي، ومخها مش قادر يتخيل إنها داخلة آخر مشوار في حياتها. والفاصل ما بين الكلام والقتل كان ثواني، لحظة فقدان سيطرة ولحظة قرار اتاخد من قبلها بشهور. شدة، صرخة مكتومة، ايدين بتحاول تفلت وايدين تانية مصممة ان هي تخلص. والخنق حصل بطريقة محسوبة، من غير دم، من غير صوت، من غير اي علامة. وبعد ما الدنيا سكتت ابتدى الشغل الصامت. الجثة اتسحبت واتربطت وتشوه وشها، وده عشان لو اتشافت ما تتعرفش بسهولة. وده لان على حسب التحقيقات قالوا ان هم كبوا على وشها مية نار، والغرض ان ملامحها تختفي، وكمان تختفي معاها الجريمة. لكن الشر مهما كان ذكي ليه دايما غلطة. ونيجي بقى لحظة النار اللي كانت بعد الشرارتين، ولما اختفت الدنيا اتقلبت، بلاغات وأسئلة وكاميرات، وكل ما الوقت يعدي الشك بيتحول لضغط. وأول حد وقع كان حسين الغربلي، صاحبه. اعتراف، كلمة، والمكان اتكشف، وفجأة كل حاجة كانت مستخبية طلعت للنور. المزرعة والجثة والسلاسل وكمان التشويه، والخطة اللي اتبنت واحدة واحدة اتهدت في دقيقة. التحقيق خلص والقصة اتعرفت، والقاضي اتحط مكان المتهم وهو أيمن حجاج. الراجل اللي كان بيحكم في مصاير الناس اتحكم عليه بالإعدام، ومش هو بس، هو وصاحبه حسين الغربلي. وهنا القضية خلصت، لكن الحقيقة لسه بتسأل ازاي راجل يشوف في الست اللي حبها آخر مشهد في حياته السوداء، مش أول مشهد في حياته معاها. وفي ديستوبيا دايما بنفتش في اللي مستخبي، مش علشان نخوفك، ولكن علشان نفكرك إن الخطر ساعات بيبقى أقرب مما تتخيل. شيماء جمال راحت، لكن الحكاية لسه عايشة، بتقول إن مفيش جريمة كاملة مهما كان اللي خطط فاكر نفسه أذكى من الحقيقة. وهنا بنختم حلقتنا في ديستوبيا. متنساش تعمل لايك وشير، وتعمل كمان سبسكرايب للقناة. سلام.